السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ انا بشكر طبعا كل اللي اشترك في قناتي دلوقتي مؤخرا كده، وبشكر كل اللي بيكتب لي تعليق، وبشكر كل اللي بيعمل لايك، رغم ان اللايك يعني قليل، بس الحمد لله انا بشكر برضو كل اللي بيعمل لي لايك، وبشكر كل اللي بيعلق لي على اي فيديو. وهتفضلوا تقولي طب ايه دلوقتي؟ عمالين تقولوا يا ترى ام محمد عماله تعمل لنا ايه؟ هي عماله تحط ميه وبتحط ملح ومعاها دي، يا ترى بتعمل لنا ايه؟ انا النهارده كان عندي صدرين فراخ. انا محتاره اعملهم ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. في الاخر قلت يا بنتي يا ام حامد قومي اعملي شويه شاورما كده. كانت بنتي عندي وجوزها كان جاي ياخدها بالليل على العشاء، وجاي من الشغل، قلت ايه ده هيعوز يتعشى، فانا مش عايزه بقى اعمل لا جبن ولا حاجات من دي. قلت اعمل كده شاورما، بتبقى طبعا قيمه وسيمه وايه وحاجه عظمه كده، وبصدرين فراخ. يعني انت مش الموضوع مش مكلف قوي يعني. فانا عملت بقى كيلو دقيق وحطيت عليه معلقه ملح وميه من الحنفيه عادي، مش ميه دافيه، وتقعدي تدعكي فيه وتعجيني فيه شمال ويمين، شوفي لحد ما ايه كده، لحد ما تخدمي العجين كويس حوالي تلت ساعة كده بتعجني فيه. ليه؟ عشان العجين ما يتقطعش منك والعجينة تبقى مظبوطة. وعملت الشاورما ما بتعملها في البيت طبعا بتوفر عليكي. شوف انت ما بتشتري السندوتش من بره بيكلف كام، لكن لما بتعمليه في البيت بتعمليه حاجة نظيفة وحاجة مضمونة، وغسلة حاجتك وغسلة مواعينك وايه زي مواعينك كده، لمعيها زي مواعين ام محمد العسل كده ما بتلمع مواعينك. انا قعدت ايه اعجن في العجين زي ما انتوا شايفين لحد ايدي ما بتنضف خالص. يعني تعرفي ازاي ان انت خدمت العجين؟ تلاقي ايدك نظيفه. والله انا لا غسلت ايدي ولا قمت من مكاني، وشايفين ايدي عامله ازاي. ده معنى كده ان العجين اتخدم وهيديكي نتيجه حلوه. يا ريت بقى تشوفوا معايا النهارده الفيديو واعرفي خبز الصاج ده بيتعمل بطريقه سهله وبسيطه، والنتيجه بصي مش عايزه تعليم، عايزه اقل واحده ممكن تعمله. والشاورما هعملها بطريقه بسيطه، ويا ريت. سبت العجينة ترتاح حوالي 10 دقايق كده، وجبت الصينية بتاعتي ورشة دقيق خفيفة كده زي ما انتوا شايفين. العجينة بتاعتي وهقطعها. هي مفروض ان انت بتقطعيها بالميزان 60 جرام. يعني 60 جرام دي كده قد البيضة كده يعني، بس الكاميرا التصوير مكبرها شوية. هي قد البيضة بالظبط. اه، فانا مظبطه نفسي ان انا بعملها كلها مقاس واحد. يعني هي ما يعادل عندها ميزان يبقى 60 جرام. اه، حاولي يبقى كل التقطيعه كلها قد بعض، عشان لما تيجي تبططيهم يبقوا كلهم متساويين، لان احنا بنبطط كله مع بعض. اهو بالشكل ده. شايفه؟ تمسكي الحته كده بتاعت العجين كده تقطعيها اهو وتلميها. بصي تحركيها من تحت تتلم كده تبقى عامله زي القرصه بالظبط. وبالشكل ده لحد ما تخلصي الكمية بحالها. جيت بقى على النار، حطيت معلقتين زيت، والزيت يا ريت ما يكونش من بتاع تموين العسل بتاعنا، عشان ما يبقاش ليه ريحة. يعني جيبي زيت كده يكون نضيف شوية، وحط فيه معلقتين دقيق كبار كده. هما دول 3. وقلبي في الزيت كده وهو على النار، بس بعد الزيت ما يتقدح. دي بقى اللي انت هتلزقي بيه العيش مع بعضه. ركزي 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 في اللي بقوله، عشان ما ترجعيش تقولي ام محمد هي اللي بوظت لنا الدنيا. اهو بص الزيت عامل ازاي. يعني انا بعد ما بططت سبته شويه وعملت بقى الايه العجينه دي اللي انا هلزق بيها العيش. خلاص كده واطفي. نيجي بقى للتبطيط. انا جبت ترابيزه كده عندي صغيره عشان اعمل وانا قاعده، لكن انت لو حابه تعملي على الرخامة هيكون أسهل وأسهل. تنضفي الرخامة بتاعتك طبعا، وترشي برضو رشة الدقيق، وتعملي على بالنشابة كده، ويبقى البوتاجاز جنبك، هيبقى أسهل وأسهل. لكن أنا يعني ربنا يعافيكم جميعا، أنا عاملة عملية الغضروف، فما بقدرش أقف طبعا إيه كتير، فما أقدرش أعمل وأنا واقفة. فاعذروني يعني بعمل كل حاجة وأنا قاعدة، لأن ظهري بيوجعني وكده. هعمل بقى كده القرصة. بصوا ببططها، وما تيجي تبططي من جوه لبره عشان تتفرد معاك وتبقى متسويه، وما تبقاش فيها حته عاليه وحته واطيه. اهو. ممكن تعملي 3
3 وحدات، وممكن تعملي 4. يعني انا اول مرة عملت 4 ورجعت بعد كده عملت 3، لقيت احسن واسهل يعني. ولو العجينة بتلزق في ايدك هتحطي رشة دقيق خفيفة كده فهتتفرد معاك بكل سهولة. اه، وحاولي ان انتي تفرديهم كلهم مقاس واحد. يعني لقيت التانيين صغيرين هرجع اعيد عليهم. اظن مفيش اسهل من كده. ولحد دلوقتي طبعا انتوا عارفين الشرح، بصوا بالتفصيل بادق التفاصيل. انا بقى عامله الشرح اللي هو البسيط ده، لان انا بنتي عايزه تعرف الطريقه بتاعه العيش بتاع الصاج ده، فانا قلت لها ان انا هعمل فيديو واتفرجي عليه عشان تتعلمي بالظبط بيتعمل ازاي عشان تعمله. وطبعا متابعيني اللي هم لسه مبتدئين او اللي هم الكبار حتى بعمله بطريقه سهله كله يستفاد ان شاء الله. انا بجيب بقى الرغيف الاولاني وادهنه بالخليط اللي انا كنت عاملاه اللي هو الزيت والدقيق. وبصي امليه كله، وركزي ركزي يا ست البيت على الرأي الراجل بتاع الزيت. ركزي يا ست البيت، اهم حاجة تدهني الاطراف عشان ما يلزقش منك، عشان ما يلزقش منك وتيجي بعد ما يستوي تيجي تفككيه من بعضه ما تعرفيش تقولي ام محمد قالت لنا طريقة غلط. انتي ركزي على الاطراف انها تتملي كلها الزيت بالدقيق ده. حطيت اول واحدة وادي رجعت حطيت تاني واحدة. وهعمل بقى بالفرشة لان المعلقة كانت مضايقاني، فانت تجيب الفرشة على طول اهو. الفرشة اسهل واسرع. هتدهني وللمرة برضو 50. ركزي على الأطراف ادهنيها كويس عشان ما يلزقش منك ويتقطع وانت بتفتحيه بعد السوا، لان هتشوفوا دلوقتي طريقة التسوية ازاي. وهحط التالتة وهدهنها بنفس الطريقة. وبقولك قومي اتشجعي والله اعمليه سهل جدا. في ناس بتستصعب الموضوع على نفسها وتخاف تعمل الفطير وتخاف تعمل العيش ده وتخاف وتخاف وتخاف، ما بتتحركش من مكانها. انت كده هتفضلي ثابتة مش هتتقدمي خالص في المطبخ. فانت جربي، ايه المشكلة حتى لو انا جربت في نص كيلو دقيق والنص كيلو باظ، ايه يعني الدنيا مش هتتهد. مرة هتعلم في مرة لحد ما اعمل. والله انا واحدة من الناس اكتر واحدة بوظت كيكة في العالم. يعني انا اول ما اتجوزت والله عملت كيكة كتير، وياما كنت بداريها من ابو حامد عشان ما يشوفهاش، وياما رميتها للطيور، وياما وياما وياما. بس ما يئستش واستمريت وبعمل برضه لحد دلوقتي. انا بقيت استاذة في الكيكة، كل اللي ياكل الكيكة عندي ينبهر بيها. وانا عاملة فيديو برضه في القناة عندي بالتفصيل على الكيكة. اللي حابب يعمل كيكة 10/10 والله شوف الفيديو بتاعي. كيكة بسيطة كده وفي منتهى الجمال، النتيجة بتاعتها مضمونة يعني. نرجع برضو لموضوعنا عشان ما نتوهش. لو العجين وانت بتفرديه بالنشابة لزق منك كده، فبترشي رشة دقيق وهبص هتلاقيه بيجري جري. نشابة عندك بقى، عصاية، ايد مقشة، اي حاجة ما تقفيش. المهم تعملي. وفي ممكن برضو لو انت ربنا مثلا ما مش ميسر لك الصدرين الفرخة زي كده النهاردة، تعملي العيش الشاورما ده وتعملي بطاطس محمرة بيبقى تحفة فيه مع كاتشب، وتعمليه عشوة كده للولاد بيفرحوا بيه جدا جدا يعني. يعني مش شرط ان انا احط فيه شاورما، ممكن يتحط فيه اي حاجة. المهم قومي كده وما تكسليش واعملي لعيالك وما تقوليش مفيش، لان كلمة مفيش دي صعبة جدا والله. كل حاجة بتبقى حاجات بسيطة بس انت اللي كسولة مش عايزة تقومي تعملي. فانت هو نص كيلو دقيق هيعمل لك وتفرحي عيالك وتعملي. فردته بالشكل ده. بعد كده بجيب صينية واحطها على البوتاجاز ولحد ما تسخن، واروح ايه حط عليها العيش اللي انا عملته. بيستوي بسرعة يعني ما تقلقيش. ويتقلب اهو، ويدوبك بيبقى منقط كده يعني ما بياخدش لون يعني. انا بسوي كله مع بعض. بص اول ما بيتحط على النار بيبدأ يفصل لوحده ويتفتح، شايفين اهو.
فوطة بقى نظيفة ولا حاجة نظيفة عندك وتفردي عليه، وبعد كده تلميه على طول، ما تسيبهوش عشان بينشف. بصي بيتفكك من بعضه ازاي اهو، ورقيق وجميل، مفيش بعد كده. بصي بيتفتح ازاي من بعضه. مفيش اسهل من كده، وطري جميل جميل جميل. شوفوا الرقيق وعامل ازاي، طري جدا. عملت كده وبروح مفرود على طول زي ما انتوا شايفين. نيجي بقى للتومية. يعني طبعا ما ينفعش شاورما من غير تومية. على النار، وبحط اي حاجة عندي، طاسة، حلة، اي حاجة. كوباية مية، وهي ساقعة كده قبل المية ما تسخن تكوني حاطة النشا. واحد، اتنين، تلاتة، هم تلاتة، 3 معالق نشا. وتقليب بقى بسرعة قبل ما يكلكع. هي النار كانت واطية خالص. اهو بالشكل ده، واقعد اقلب فيها بقى لحد ما تبقى بالشكل ده اهو، ناعمة ما فيهاش اي كلاكيع. واطفي عليها، اجيب بقى طبق ولا حاجة مفتوحة وافضي فيها النشا ده عشان يبرد. بصوا شكلها عامل ازاي، الم كله. افردها كده عشان تبرد بسرعة، وخلاص كده سيبها لحد ما تبرد. النشا بقى اللي انا عملته برد، هجيب بقى الخلاط وعلبة زبادي وشوية ملح وفصين توم وشوية زيت، واضرب كل الكلام ده في الخلاط اهو. وادي بقى شكلها، شايفين؟ والله تومية مفيش بعد كده، مظبوطة ظابطة. واهم حاجة ما تكتريش الملح فيها، لان لما بتبقى حادقة بتبقى وحشة جدا جدا. شايفة القوام بتاعها عامل ازاي؟ عاملة زي المهلبية بالظبط. وهتتحط بقى في علبة وبتتغطى وبتتحط في التلاجة. شايفين عاملة ازاي؟ لحد ما اخلص بس واطلعها.